في هذا الفيديو نستعرض جميع مدربين النادي الأهلي من أول جميل عثمان 1907 لغاية خوسيه روبيرو 2025. أي حاجة هتكلم عنها في الفيديو ده يعني من أول مشاهدتي للكورة من أول حوالي 2005 2006 لغاية دلوقتي. من وجهة نظري أكتر مدير فني أثر في تاريخ الأهلي أو يعتبر من أنجح المديرين الفنيين في تاريخ الأهلي مش جوزيه ولا كولر اللي خد 11 بطولة في سنتين. من وجهة نظري هو بيتسو موسيماني، يعني أنا من 2013 ل 2020 ما كناش واخدين دوري أبطال أفريقيا، كنا بننزل الكونفدرالية كذا سنة وجالنا مدربين مش على المستوى. هو عرف يرجعنا أفريقيا تاني وخدنا بطولتين ورا بعض وخدنا 2 سوبر أفريقي، وكمان بقى لنا هيبة أفريقيا. هو كان كويس جدا في النوك أوت من بعد كابتن محمد يوسف وبطولة الشهر 2013 والكونفدرالية 2014. كنا 20 سنين مش حلوة خالص، هو اللي رجعنا. تاني مدرب أنا حبيته وهو حبيب الكل المدرب الذهبي جوزيه، بالجيل الذهبي بتاعه بركات ومتعب وتريكا ووائل الجمعة وعصام الحضري. حبينا الجيل ده كتير وكان مكتسح أفريقيا اسمه الجيل الذهبي. تالت مدير فني حبيته في تاريخ الأهلي أو اتفرجت عليه هو كولر. الصراحة أدى موسمين على أعلى مستوى. كنا بنكسب الفرقة كلها 4 و5، كانش هاممنا حد، وخد 2 أفريقيا برضه. آخر سنة بس مكانتش حلوة أوي اللي هي 2024 2025، وغير كده كنا كويسين جدا وأثر معانا في بطولات كتير بدليل بطولات 11 بطولة في سنتين. فكولر برضه حبيته أوي في تاريخ الأهلي. في بعض المدربين عملوا موسم أو يعني جابوا بطولات في مواسم صعبة، هقول منهم 3. أول حاجة طبعا جاريدو 2014 الكونفدرالية الشهيرة، وجون عماد متعب أسيست وليد سليمان وكان معاهم عبد السعيد والجيل ده. تاني حاجة دوري كابتن عبد العزيز عبد الشافي وكان بيلعب بالناشئين رمضان صبحي أول ما طلع وكريم بامبو والشبار الباك الشمال، وعرفنا نكسب الزمالك وخدنا الدوري. تالت مدير فني حبيته فترة مؤقتة برضه هو كابتن عماد النحاس السنة اللي فاتت، يعني خدنا دوري إعجازي. كان متوقعناش بيراميدز تتعثر، بس بيراميدز اتعثرت وكان خدنا اشتراك 4 ماتشات ولا 5 ماتشات فوز ورا بعض، ماتشات صعبة وقدام فرق كبيرة. عرفنا نكسب الدوري في الآخر. فدي من وجهة نظري أحسن مدربين في تاريخ الأهلي. متنساش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير الفيديو ده، أو اكتبوا لي في الكومنتات مين أنجح مدير فني أو مين أكتر مدير فني حبيتكم في الأهلي. اتفرجوا على الفيديو. سلام.